ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده طبعا فيديو مخصوص عن الناس اللي بتتعلم انجليش وبتسعى انها تتعلم انجليش، بس مش لاقيه نتيجه او مش لاقيه اوتكم او ريزولت على لهجتها او على نفسها في خلال فتره تعلمها للانجليش. ودي ناس كتيره جدا مش قليلين، وكنت منهم انا في فتره من الفترات بسبب ان انا كنت ماشي غلط، فما كنتش بحس باي تقدم وباي تحسن في لهجتي. فالنهارده في الفيديو ده انا هقول لك ايه هم اكتر 3 حاجات ممكن يعطلوك في مسيره تعلمك للغه الانجليزيه. ممكن تكون بتعملهم مع ان انت ماشي وبتتعلم انجليش وبتسعى وبتتكلم وبتتعلم وبتقرا وبتسمع وبتتكلم مع نفسك وبتمارس وكل حاجه، بس زي ما بنقول مفيش اوتكم، مفيش ريزلت، مفيش حاجه بتظهر عليك جديد. فالنهارده اول حاجه في ال3 حاجات دول اللي هو ان انت تكون فعلا بتتعلم انجليش، بتقرا كتير انجليش، نوفلز بقى وستوريز وبوتري والكلام ده كله، بتسمع كتير، بتسمع موفيز، بتسمع سيريز، بتسمع اغاني، بتسمع فيديو كليبس، بتسمع فيديو فويس نوت والكلام ده كله، عمال تسمع وعمال تقرا وعمال تسمع في حاجات مختلفه، اغاني، موسيقى، افلام، مسلسلات، بس ناسي اهم حاجه اللي هي the application part of this process، اللي هو ان انت apply what you are learning from the other sources of the process. اللي هو التعلم الانجليزيه عباره عن وتعلم اي لغه عباره عن 4 skills، 4 مهارات: قراءة، كتابة، كلام اللي هو النطق، واستماع. انت بتقرأ وبتكتب وبتستمع، بس انت ناقصك اهم نقطة اللي هي نقطة السبيكينج، التحدث. هتقول لي طب انا مش لاقي حد اجنبي اتحدث معاه او اتكلم معاه. هقول لك اتس اوكي. هل كل اللي في مصر سافروا بره وعشان كده ما بيعرفوا يتكلموا انجليش؟ وهل كل الناجحين في مصر بيعرفوا يتكلموا انجليش اصلا سافروا بره؟ بس الفكره ان انت لو عايز تعمل حاجه بتعملها. ازاي تعملها؟ ان هو انت تتكلم مع نفسك. انا كنت بعمل كده while I'm doing my homework while I'm doing assignment in the college. لما كنت بعمل واجب او assignment في الكوليدج كنت بفضل اتكلم مع نفسي كأن في حد بيكلمني في الباك جراوند، بيقول بيعدل عليا، او حتى لو انا ماشي في طريق، او حتى لو انا راكب حاجه او مواصلات، طبعا في سري بطبق الاكتيف سبيكينج بتاع الانجليش في حياتي، بحيث ان انا ابقى كملت الفور سكيلز بتاع اللانجوج. اول حاجه انت فعلا ممكن تكون ناقصاك اللي هي الاكتيف سبيكينج، مهاره التحدث باللغه، حتى لو مش مع اجانب، حتى لو مش مع نيتيفز، خليها مع نفسك انت شخصيا، وهتلاقي نفسك بتطبق كده 4 مهارات اللغه، وان شاء الله تبدا تلاقي تغيير عندك. تاني مهاره او تاني حاجه ممكن توقع الناس برضو ان هي ما تلاقيش تطور في الانجليش، اللي هو انت بتتعلم بس مفيش ديستنيشن. طبعا انا نزلت فيديو قبل كده عن الكلام ده، عن الموضوع ده، هتلاقيه فوق هنا في الايكون اللي هي الدايره اللي هتظهر دي، او هنا مش عارف، ايا كان. مفيش ديستنيشن ازاي؟ يعني انت عمال تتعلم بس مفيش ديستنيشن. انت يعني انت مفيش حاجه، مفيش هدف، مفيش شغل هتقدم فيه، مفيش وظيفه هتشتغل فيها بالانجليش بتاعك، مفيش سفريه هتسافر بيها بالانجليش بتاعك. فانت عمال تتعلم من باب اللي هو خلاص انا بعمل اللي عليا وخلاص بقى. ما انت كده برضو ناقصك حاجه، ان انت مفيش عندك ديستنيشن، مفيش عندك هدف او رغبه انت بتسعى لها من خلال تعلمك للانجليش. فعشان كده انت برضو مش لاقي اي نتيجه او اي تغيير. وتالت حاجه وبرضو لا تقل اهميه عنهم، ان انت عمال تعمل وكل حاجه بس مفيش جواك دافع لكده. انت عايز تعمل او انت بتعمل اوريدي، بس مفيش جواك فرحه بالموضوع او لهفه او قبول ان انت عايز تبروموت او تامبروف الموضوع. لا، انت بتاخد مثلا كورس وخلاص وماشي على كده وتخلصه، وهتلاقي نفسك برضه مفيش حاجه. ليه؟ لان انت بتاخده من غير نفس، سواء مثلا اهلك اللي قايلين لك خدوه، او من باب الغيره من زمايلك، او الغيره من بعض اصحابك اللي هو حد بياخد كورس وانت لا، فانت بتاخده من باب اللي هو مرضيه الذات، ومع ذلك انت ما بتعملش برضه بيه. فبرضه ده حاجه ثالثه، اللي هو تيجي تقابل حد تقول والله انا باخد كورس بس ما بستفيدش اي حاجه. ما انت مش هتستفيد طالما انت ما بتاخد الكورس بس انت بتاخده تقضيه واجب، اللي هو انا بروح كورس وباجي من الكورس بسمع افلام، بسمع مسلسلات، مش عارف ايه، تقضيه واجب، اللي هو بعمل يعني بقضي وقت الساعه اللي انا باخدها فيه وخلاص، واقلب وانسى كل اللي انا خدته. الثلاث حاجات دول فعلا انا كنت بعمل منهم حاجات غلط في فتره تعلمي للانجليش لانجويج، ولما بطلت اعملهم او عدلت من طريقه تعلمي للانجليش لانجويج فعلا لقيت تطور ملحوظ على اللانجويج او الاكسنت بتاعتي. يبقى الراوب اب سريع ليهم. اول حاجه انك
تاكتيفيت الاكتيف سبيكينج عشان تكمل الاربع مهارات اللغه، اللي هو تقرا وبتسمع وكمان بتكتب. بس لازم تاكتيف السبيكينج، ومش شرط زي ما بنقول يكون مع نيتيفز عشان كل دي حاجه كل الناس. لا عادي، الاكتيف سبيكينج ممكن يكون مع نفسك وفي سرك، وانت نايم على السرير، وانت بتذاكر، وانت شغال او فاضي، وانت في بريك. ممكن تبيلد a situation in your mind with act upon it. تتكلم مع نفسك بالانجلش. تاني حاجه اللي هو لازم يكون في ديستنيشن انت بتعمل لها، او انت عايز تتعلم الانجليش عشانها، وبناء عليها انت هتلاقي تطور. انما انت لو بتعمل ده او بتاخد كورس وبتسمع وبتتكلم ومش عارف ايه ومفيش ديستنيشن للحاجه دي عشان تخليك على نفس الليفل، هتنسى كل اللي انت خدته وهتبدا تاني من الزيرو بوينت when you have a destination. فقبل ما تبدا في الموضوع لازم يكون عندك ديستنيشن وهدف هتوصل له، فبناء على كده انت بتتعلم انجليش. فالديستنيشن مهمه جدا، ودي كانت تاني حاجه. تالت حاجه اللي هو لازم يكون عندك inner push او inner يعني consciousness. لازم يكون ضميرك يقظ وصاحي ان انت بتعمل ده بحب وبشغف وباقبال عشان تلاقي منه ردة فعل او نتيجة عليك. مش بتعمله just تقضية واجب و just because you need to forget about the consciousness inside you or your conscious voice اللي هو learn English. لا، ما انت لازم تكون بتعمل ده بدافع ذاتي داخلي يعني راضي عنه تمام الرضا، ومتأكد ان انت بتعمل ده بحب وبشغف. بإذن الله انت لو اتأكدت انت هتلاقي عندك حاجة فيهم غلط او ناقصة 100%. بإذن الله بعد ما تكتشف الحاجة دي وتعدلها زي ما انا بقول لك هتلاقي تغيير في حياتك، بخصوصا في تعلم اللغة الإنجليزية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وان شاء الله هيعجبك، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، وسلام.